هتتحدي المحلات بطريقة الرز بلبن بتاعك بعد الطريقة دي. تعالى اقول لكم ازاي تعملوا رز بلبن يكون كريمي والوش بتاعه يكون مكرمش ويدوب في البق منك زي ما انتوا شايفين كده، ويكون كريمي قوي واللون بتاعه يكون جميل ويكون وسهل وبسيط معاكي قوي من غير اضافات ومن غير مكونات كتير، بس يكون الحليب بتاعك كامل الدسم. معايا كيلو من الحليب كامل الدسم، هبدا ان انا افضيه. اهم حاجه الحليب تكوني جايباه من مكان انت واثقه فيه، يعني الحليب يكون تقيل عشان احنا مش هنضيف عليه اي مكونات تانية. هبدا ان انا احط معاكم كيلو الحليب وهرفعه بقى على النار. هبدا ان انا اسيب لغلي الحليب يغلي. انا مش هعمل حاجه غير ان هو يبدا بس ان هو يغلي معايا، اسيبه يغلي 10 دقايق بس. هجيب معايا نص كوبايه رز وهحطها في قلب طبق، واحط عليها ميه مغليه، ميه مغليه او ميه دافيه لمده 10 دقايق بس. انا مش هغسل الرز، انا مش عايزه انزل النشا اللي فيه، انا هسيبها بس في الميه المغليه دي 10 دقايق لحد اللبن بتاعي اللي انا حطيته على النار ما يغلي. كده خلاص اللبن بدا ان هو يغلي معايا، كده خلاص اللبن غلي معايا خلاص. هصفي الرز، مش هغسله، انا هصفي الرز عشان انا عايزه النشا اللي في الرز، عشان هو اللي هيربط لي الرز بلبن، ما احتاجش ان انا احط كميه نشا كبيره. هجيب بقى الرز بتاعي اللي انا مجهزاه خلاص، انا صفيت الميه اللي فيه ونزلت بيه كده، ما غسلتوش، ميه بس صفيتها منه. نزلت بقى بنص كوبايه الرز، مش اكتر من نص كوبايه عشان يطلع معاكي مظبوط زي ما هتشوفي كده. هو الكيلو بياخد معاكي نص كوبايه. هبدا ان انا اقلبه كده تقليبه عشان الرز ما يمسكش في بعضه. اظبط بقى الدنيا كده، وهبدا ان انا خلاص هطفي عنه النار واغطيه وهسيبه لمده ساعه. سبتيه ساعه، ساعه ونص، هفضل نقع الرز في الحليب لمدة ساعة بس. بعد ساعة هاجي اشوف اهو، ابدا ان انا اقيد عليه بقى النار. شايفين القشطه بتاعته عامله ازاي؟ ده بيدل ان الحليب بتاعي كامل الدسم والحليب بتاعي حلو. الرزايه حلوه قوي اهي، الرزايه خلاص هي كده استوت، انا مش محتاج ان اسلقه ولا اضيع النشا اللي في الرز، لا النشا اللي في الرز انا استفدت بيه ونزل لي في قلب اللبن. هتشوف الرز شكله عامل ازاي، الرز خلاص كده خلاص استوى، انا مش محتاج ان انا اسويه تاني. بصوا شايفين الرزايه عامله ازاي، مستويه في ايدي خالص اهي، مش محتاجه ان انا كده اسوي الرز بتاعي في اللبن او اسويه في ميه، هو خلاص استوى. بنقعه لمده ساعه، وهزود بقى عليه كمان كوبايه ميه. يعني هحط على الرز اللي في الحله واللبن ده عليه كوبايه ميه، يعني هو كمان ما كانش لبن خالص، انا حطيت ضفت عليه كوبايه ميه عشان يغلي غلوه. الرز معايا مستوي، مش هحتاج ان انا اسويه مده كبيره، هو يغلي غلوه. اضيف عليه نص كوبايه السكر، السكر حسب رغبتك، حطي نص كوبايه الا ربع، السكر حسب الطعم اللي انت عايزاه. انا حاطه نص كوبايه سكر عشان يظبط معايا الطعم ويخليه طعمه حلو. خلاص هو مش محتاج ان انا اسوي فيه كتير، هو مستوي. الساعة اللي سبته منقوع في اللبن خد من طعم اللبن، الرز شارب من طعم اللبن، طعم الرز بلبن لما تيجي تاكليه تحسي فعلا بطعم اللبن فيه. هبدأ ان انا اجيب معلقة واحدة بس نشا، لان الرز بتاعي نزل النشا اللي فيه في اللبن لما نقعته. معلقة واحدة نشا على نص كوباية لبن. عندك متاح عندك كريم شانتيه هتحطي معلقة كبيرة، هتدي طعم حلو قوي. انا مش متاح عندي، عملته كده هيطلع معاكي خطير.